السلام عليكم، اتمنى لكم الخير. النهارده باذن الله هنعمل العجوه الفلاحي الساده وبحشوه العجوه، وتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده بمقادير مظبوطه، تاخد الشكل الذهبي الجميل ده. يلا نبدا بسم الله ونشوف وصفتنا. معايا هنا كيلو دقيق، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، عليه معلقه صغيره بهارات الكحك، وهنا معلقه كبيره خميره، وعليهم معلقتين سمسم متحمص وده اختياري، ومعلقه سكر كبيره. ومعايا هقلب كده المكونات الجافة كلها مع بعض. بعد كده هنزل بكوب وربع لبن، ومعايا كوباية سمنة وكوباية زيت. هخلط المكونات دي كلها كده مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجينة معايا مش بتتعجن، يدوب بس كده بلم كل العجينة كده على بعضها، بجانس كل المكونات لحد ما تبقى معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبسيب العجينة ترتاح ربع ساعة. جبت بقى هنا عجوة وعجنتها بمعلقتين سمنة بلدي، وهجيب هنا كيس تلاجة وهفردها عليه، وهفضل افرد فيها لحد ما تبقى معايا بسمك رفيع جدا عشان يسهل معايا الحشو وانا بحشي القرايش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما العجينة ارتاحت معايا هجيب هنا بقى الصينية اللي انا هعمل فيها، حطيت فيها جزء من العجينة وفردته بالشكل ده. بعد كده هجيب العجوة اللي انا فردتها كويس، وهحط كده العجوة في الصينية بالشكل ده لحد ما املي الصينية كلها. هجيب جزء تاني من العجينة وهفرده على العجوة، وهسوي كده الصينية كلها بالشكل ده. وبعد كده هقطعها، انا بقطع القراقيش قبل ما تخش الفرن بالشكل ده. انا قطعت هنا بالشكل السداسي، تقدروا تقطعوا باي شكل انتوا حابينه. باقي العجينة حطيناها في صينية تانية عملنا بيها قراقيش سادة وقطعناها برضو بالشكل الطولي. بعد ما بنقطع الشكل الحلو ده بنحط عليها سمسم وده اختياري. بعد كده بنسيبها 10 دقايق تستريح وبندخلها الفرن على الرف الوسطاني. وده شكلها بعد التسوية، واخدة اللون الذهبي الجميل وطعمها جميل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.